تعادل الزمالك النهارده امام المقاولين رغم الاداء الجيد، وفوز النادي الاهلي على سموحه باداء اكتر من جيد، وضربات جزاء واصابات وكارت احمر للشناوي، والاهم من كل ده كهربا. ازاي كهربا يلعب النهارده وانت لسه امبارح قايل لنا انه توقف 12 ماتش؟ كل ده هنوضحه وهنتكلم فيه بالتفصيل. بس كالعاده قبل ما نبدا في اي حاجه، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه بتاعتنا يا ريت تشترك، ده اكيد شرف ليا، ويا ريت نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان ده اكبر داعم ليا ولاي حد بيقدم محتوى. يلا بينا نبدا الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. الزمالك يفرط في الفوز امام المقاولين ويرفض تثبيت اقدامه في المربع الذهبي، الفوز الثالث اللي كان مهم جدا بالنسبه للزمالك واول مباراه لكارلوس اوسوريو. المباراه بصراحه اوسوريو دارها بشكل كويس جدا، لكن الدفاع بخطأ ساذج يدي المقاولين الفرصه في التعادل في اخر 3 دقائق في المباراه. لكن بصراحه ربنا اجماليا الزمالك كان بيلعب بشكل كويس، الزمالك مختلف نوعا ما، الزمالك فيه كوره مختلفه وفيه فرص وهجمات وجمل بقالنا كتير ما بنشوفهاش في الزمالك. لكن اول حاجه طلعت بيها من المباراه او اهم حاجه شفتها في المباراه هو ان في 4 لعيبه لازم ما يبقوش موجودين في نادي الزمالك. ده قبل بقى ما اتكلم في فنيات وقبل ما اتكلم عن اللعيبه وقبل ما اتكلم في اي حاجه. 4 لعيبه لازم ما يبقوش موجودين في نادي الزمالك. مين هم؟ اول 2 رؤى ودونجا، الاثنين دول وجهان لعمله واحده، لازم ما يبقوش موجودين في نادي الزمالك، وانا مش هتكلم عنهم اكتر من كده. انا شايف ان هم لازم ما يبقوش موجودين. طيب مين الاثنين التانيين؟ مستر حنكشه ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي لعيب مش مفيد، انا شايف ان ابراهيم نضاي لعيب اجنبي، لعيب بياخد بالدولار، انا شايف ان هو ما عندوش الامكانيات اللي تستاهل ان هو ياخد كده ويبقى موجود في نادي الزمالك. بصراحه ربنا شايف انه احنا ممكن نجيب حد اقوى منه وحد يبقى افيد منه. اخر واحد هو عمر جابر. عمر جابر ايه يا عم، انت اتجننت ولا هو بيلعب اصلا؟ هو عشان ما بيلعبش. انا هقول لك عمر جابر هو سر فوز الزمالك في المباراتين اللي فاتوا، لانه ما بيلعبش عشان مش موجود في الملعب. عمر جابر دايما بيلعب كرة سلبيه ولعيب انا شايف ان هو مش مفيد بالمره لنادي الزمالك، ومن الاول اصلا هو ما كانش مناسب لنادي الزمالك. لكن عمر جابر قلنا لعيب زملكاوي وابن النادي والكلام طبعا الجميل ده كله فوق دماغي، وعمر فوق دماغي، لكن هو مش مفيد او مش مناسب لنادي الزمالك. فقبل اي حاجه ال4 دول لازم ما يبقوش موجودين في نادي الزمالك. كارلوس اوسوريو بقى ادار المباراه بصراحه بشكل كويس جدا، وبجد الزمالك اختلف نوعا ما. كور بنشوفها النهارده الزمالك بيروح بانفرادات، والزمالك بيلعب كور كويسه جدا وجمل بقالنا كتير ما شفناهاش في نادي الزمالك. لكن هناك بعض الاخطاء او لسه برضو بعض الثغرات واغلبها في نص ملعب من وجهه نظري لازم تعالج ولازم تصحح عشان الزمالك يرجع تاني كما الوضع السابق او لرونقه المعروف عليه. الحقيقه مباراه الزمالك كان فيها عنف شديد قوي من المقاولين، وكان لازم يبقى فيه تدخل تحكيمي بكارت احمر. لازم المباراه دي كان لازم يبقى فيها كارت احمر، لان كان فيه تدخلات عنيفه قوي ولعب عنيف وخشونه زايده ملهاش اي لازمه، وتحس ان الموضوع فيه تهور زياده يعني. فكورة زيزو دي اكبر دليل على اللي انا بقوله. الراجل وراله رجله متعوره، ورجله يعني الستارز باين في رجله متشرح كده، فالكوره حتى ما فيهاش انذار. ده ايه ده؟ ازاي يعني ازاي؟ واكتر من كوره على فكره بيبقى فيه لعب خشن قوي ولعب تهور زايد وبرده ما اداش حاجه. لا انا شايف بصراحه ان النهارده التحكيم ما كانش في احسن حالاته، ونادي الزمالك فعلا اتظلم النهارده في التحكيم. اوسوريو النهارده بصراحه كان ليه اكتر من نقطه فنيه مفيده قوي. اول حاجه انا خدت بالي منها ان كل لعيب بيمسك الكوره هو حر التصرف. يعني ايه حر التصرف؟ تحس ان هو مديله الاريحيه، اشتغل شوف تعرف تعمل ايه. يعني انت عندك النهارده مصطفى شلبي كان بياخد الكوره وعدى اكتر من مره وكان بيقطم ويخش لجوه، كان مختلف النهارده مصطفى شلبي، يمكن كان اوضح اللعيبه. عندك برضو ابراهيم نضاي كان نعم بيحنكش، لكن كان بياخد الكوره ويمسكها كتير ويعمل فيها اللي هو عايزه. عندك برضو سيف جعفر في نص الملعب لما نزل برضو كان بيمسك الكرة وعدى اكتر من مرة، وكان
اللعب باين قوي ان اللعيبه واخده تعليمات بالاريحيه في اللعب، شوف الصح ايه واعمله. دي حاجه مهمه جدا ان اللعيب يلعب وهو مرتاح مش متأيد. الحاجه التانيه برضو ان هو بيلعب كتير على الرفعات والكور العاليه للمهاجم، ودي حاجه حلوه قوي احنا بقالنا كتير ما بنشوفهاش. ان احنا النهارده نلعب الكوره السهله اللي هو تروح وتعمل اوفر، البسيطه جدا السهله جدا. شفنا حاتم سكر عمل اكتر من واحده وكان فيهم كور خطر، فدي برضو مؤشر كويس قوي من اوسوريو. الحاجه الثالثه ودي برضو حاجه كويسه قوي، ان هو قاعد مركز في كل حاجه وبيكتب كل حاجه، وده لان دي اول مباراه ليه. يعني هو برضو تقريبا لسه ما يعرفش اللعيبه، لسه ما يعرفش اساميها، ده قطعا لسه ما حفظهمش، ولسه ما عرفش كل واحد فيهم. اكيد في حد قال له ده كويس وده مش قوي وده 50% ده 70%، وهو بناء طبعا عن الكلام ده وبناء عن الفيديوهات اللي شافها قبل كده وبناء عن التمرينات والتجهيزات والكلام ده كله بدأ ان هو يحط المقاييس او الانطباع بتاعه عن كل لعيب، فيبدا ان هو يشوف مين يلعب ومين ما يلعبش. انما هو لسه بدري ومش عايزين نظلمه طبعا، بس انا شايف اجماليا بامانه الزمالك ما كانش وحش، وانا شايف ان هو مبشر كويس لمدرب كويس. نيجي بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي يفوز على سموحه بنتيجه 2-0 عشان يحلق وحيدا بعيدا بصداره الدوري ويقرب اكتر واكتر من الدوري رقم 43 في تاريخه. والحقيقه النهارده الاهلي قدم اداء كويس قوي. كولر قدر ان هو يعرف من اين تؤكل الكتف من سموحه، بدا ان هو ضغط مستمر على سموحه، قدر ان هو يحرز الهدف الاول باقدام محمد شريف. محمد شريف بدا ان هو يرجع تاني على تراك التهديف. محمد شريف بعد ما كان غايب، بعد ما كان في حاله من الحزن كده، تحس ان هو بعيد عن مستواه نفسيا قبل فنيا، محمد شريف بيبدا يرجع. والنهارده بصراحه جاب هدف رائع، هدف حلو قوي قوي، وتحس انه في مجهود ذاتي. يعني محمد شريف النهارده جاب هدف بمجهود ذاتي، فانا شايف ان هو هدف كويس قوي، هدف حلو قوي قوي قوي. الهدف الثاني طبعا كان باقدام محمود كهربا، وبرضه هدف كويس. لكن اللي انا عايز اقوله ان الاساس في الموضوع كالعاده هو كولر بصراحه برضو ادار المباراه بشكل كويس قوي. بيعجبني قوي في كولر ان هو بيحترم الخصم دايما، لما بيجيب جول بيعرف يرص اللعيبه كويس، بيعرف يقف كويس عشان ما يستقبلش هدف، وده شيء مهم جدا جدا جدا. انا المهم ان انا ما استقبلش هدف قبل ما انا اعزز الجول اللي انا جبته او اجيب تاني وتالت ورابع. الاهم ان انا ما يجيش فيا جول، لان لو جاب فيا جول الوضع هيبقى مش لطيف. برضه من ضمن النقط المهمه قوي في كولر بصراحه اللي هو لحد دلوقتي قادر يعملها بشكل كويس قوي، ان هو تقريبا بيشرك الفرقه كلها. يعني بيستخدم في التغييرات، بيعمل روتيشن كويس قوي، وبيبدا يستخدم كل الدكه تقريبا. يعني هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستخدم كل اللعيبه او كل الادوات المتاحه في ايده، رغم النهارده ان هو كان عنده غيابات وكان عنده ناس مريحها مثلا وناس اساسيه، يعني ناس بيلعب بيها دايما وناس مهمه جدا في الفريق. لكن طبعا عشان المباريات المتتاليه ورا بعضها، وطبعا ماتش الرجاء اهم مباراه بالنسبه طبعا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، فكان لازم ان هو يريح بعض اللعيبه. فهو بيلعب الحته دي حلو قوي، ان هو بيعرف يوظف اللعيبه حتى لو مكان غير مكانه، بس بيعرف يستخدم كل الدكه وكل اللعيبه بشكل اكتر من رائع. نيجي بقى للكارت الاحمر اللي خده الشناوي، اللي هو من وجهه نظري ملوش اي لازمه. الشناوي لعيب كبير، الشناوي كابتن النادي الاهلي، ما ينفعش ان انت تتنرفز او ما ينفعش ان انت مثلا تغلط غلطه ملهاش اي لازمه زي دي. ملهاش لازمه ان انت تروح تضرب لعيب حتى لو نرفزك. انا مش مختلف ان هو ممكن يبقى نرفزه او قال له حاجه احنا ما سمعناش طبعا، لكن الشناوي لعيب هادي دايما. انا بحس ان هو هادي وبيعرف يدير المشاكل او الحاجات دي كويس. لكن في الفتره الاخيره بصراحه الشناوي مش كده. الشناوي دايما بيتنرفز، دايما بيبقى عنده انفعال بالسريع كده، ما تعرفش ايه السبب. ممكن يكون على فكره يعني سوء المستوى عند الشناوي هو السبب في الانفعالات السريعه دي. يمكن لما كان الفتره اللي هو كان متالق فيها بشكل غير طبيعي
كان طبعا اهدى كتير لان هو واثق من نفسه. انما طبعا المستوى لما بيتهز شويه طبعا اللعيب بيبقى نفسيا مش متظبط، واكيد هو بيبقى عارف يعني ان هو مستواه مهزوز شويه، فبتبدا الانفعالات تبقى اسرع شويه وبيبقى عصبي اكتر. فالنهارده بصراحه انا شايف الطرد ملوش اي لازمه شناوي، وكان لازم ان انت تمسك نفسك اكتر من كده، لان انت كابتن النادي الاهلي، يعني انت مفروض قدوه لكل الناس اللي بتشوفك في الملعب وبره الملعب من اللعيبه الصغيره. نيجي بقى لاهم ما في الفيديو، محمود كهربا صاحب الهدف الثاني النهارده للنادي الاهلي في شباك سموحه. مش انت قلت لنا ان هو اتوقف 12 ماتش؟ ده ايه ده بقى؟ يا انت بتكذب يا الا اتحاد الكوره لا مؤاخذه. لا، ولا ده ولا ده. ايه اللي حصل؟ الفكره كلها ان اللي اتقال امبارح دي لسه ما فيهوش حاجه رسميه 100%، فما فيش حاجه جت للنادي الاهلي بوقف كهربا. الموضوع كله زي ما بيقولوا تسريبات، فمستحيل النادي الاهلي ياخد بالتسريبات. النادي الاهلي هيشتغل بالرسمي، لما يجي له حاجه ساعتها مش هيلاعب كهربا، انما غير كده كهربا موجود عادي جدا لحد ما يجي له حاجه رسميه. طيب هو بقى اتحاد الكوره مستني الفيفا لما توقف كهربا عشان يديله ال 12 ماتش يبقى بجمله؟ الله اعلم. بصراحه ما اقدرش احكم فيها، ومش قادر افهم ايه سبب تاخير القرار. ان انت النهارده قلت ده هيستنى او هيتمنع 12 مباراه ويدفع مليون جنيه. طب مستني ايه؟ يعني مستني ايه؟ لما الاستاذ احمد موسى نفسه عرف، طب ما تطلعوا تقولوا، ما تطلعوا قرار، خلاص قرار اتعمل. طب ليه ما بيتقالش؟ ليه ما يبقاش رسمي؟ بامانه انا نفسي مش فاهمها ومعرفش ايه الاسباب، لكن خلينا نشوف اللي جاي هيبقى عامل ازاي. وطبعا الصح هو اللي هيتعمل في الاخر، واي حاجه او اي قرار هيطلع الرسمي النادي الاهلي هينفذه، لان دي حاجه رسميه. سلام.